النوبة الجزء العزيز من الوطن، الحضارة التي كانت في جنوب مصر، الحضارة التي امتدت على مدار عقود وامتدت على مدار قرون إذا جاز لنا التعبير. هذه الحضارة التي خلفت لنا كثير من العادات والتقاليد التي إلى الآن تحمي القالب الاجتماعي لهذه أو لهذا الجزء العزيز من أرضنا. ولكن حينما نتحدث عن الأرض وما حدث للأرض من 1902 وما بعدها من مشروعات كانت من أجل النيل، فارتبطت النوبة بالنيل وارتبط النيل بالنوبة، ولكن الآن النوبة بين النسيان والوعود الرئاسية. ماذا ستكون عليه أحوال النوبيين بعد ثورة 25 يناير، خاصة بعد الاجتماع الأخير مع رئيس الجمهورية اللي حضروا وفد من أهلنا في النوبة. النوبة هذا الجزء العزيز هو موضوع فقرة اليوم، وآخر فقرة معنا في أم الدنيا، وآخر فقرة كمان في نهاية الأسبوع، فأردنا أن نكون معكم داخل النوبة. كيف هذا المجتمع وكيف يتعايش أبناء النوبة؟ اسمحوا لي أرحب بالفنانة النوبية والفنانة التشكيلية نسمة حداد. أهلا بيكي نسمة. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. وأيضا أرحب بالأستاذ مسعد هيركي رئيس النادي النوبي السابق. أهلا بيك أستاذ مسعد. اهلا بيك. اهلا بيك. وأخيرا وليس أخيرا أستاذ أشرف عثمان أحد أبناء النوبة وأحد الذين حضروا الاجتماع الأخير مع السيد رئيس الجمهورية، وهو من نبدأ به. أهلا بك أستاذ أشرف. اهلا بك. ويعني مين أبوه يعني الحمد لله باللغة النوبية لكم جميعا، يعني مين أبوه هذه اللغة النوبية، يعني إزيكم عاملين إيه؟ هذه هي اللغة النوبية. وندى معك أستاذ أشرف عثمان حول الاجتماع الأخير الذي عقد مع السيد الرئيس، وكان لنا لقاء مع حضرتك قبل هذا الاجتماع وعرضتم هذه المطالب على الإعلام المصري. فأجواء هذا الاجتماع أولا وما تم من نقاط تدرستوها مع الرئيس. طبعا الاجتماع للاسف هو طبعا جه في وقت في ظروف البلد طبعا فيها في حاله غير مستقره، احداث المنصوره مع احداث بورسعيد ومدن القناه، ولكن طبعا في ظل انه كان في حوارات موجوده مع كل طوائف المجتمع فاضطرينا ان احنا نقبل الحضور. في نفس الوقت كان الوقت ضيق، كان في حته تحديد الموعد مثلا قبلها ب 24 ساعه تقريبا، فده طبعا ما اسعفناش في ان احنا نقعد مع بعض عشان نتدارس الامر ونقدر ازاي ننسق كيفيه اداره الحوار. بس برضه في النهايه الملف جاهز لديكم، يعني الملف منذ طبعا سنوات. جاهز لينا بس طبعا بس برضه في نقاط بتبقى نركز عليها اكتر، في نقاط مش مالهاش لازمه، لانه مقابله رئيس وزراء غير اما تكون مقابله رئيس جمهوريه غير اما تكون شخصيه ثانيه. فكان لابد ان احنا برضه يبقى في نوع من يعني ولو يومين تحضيري للقاء. الحاجه الثالثه كنا نتمنى برضه ان حضور الوزراء المعنيين، المفروض كانوا على الاقل حتى وزير الدفاع او وزير الزراعه، لان يمكن دور الوزارتين المهتمين بالمنطقه هناك، فكنا نتمنى انهم يكونوا متواجدين. دي يمكن احد النقاط اللي اتخذت في اللقاء. اما اللقاء كان طيب طبعا الى حد ما، استمع السيد الرئيس للكلام المطالب الموجوده، وطبعا استمع ليها قبل كده في قبل الترشيحات ب 48 ساعه في الوفد النوبي برضه اللي قبل الانتخابات. عرضنا المطالب الاساسيه طبعا اولا، وهو حق العوده للنوبيين حسب قرار عبد الناصر، وانه في حق للنوبيين انه يرجعوا تاني بعد زوال السبب. المطلب الثاني كان وهو انشاء الهيئه اللي تتولى عمليه تنظيم العوده تكون ازاي. دي تكون مشكله من كوادر نوبيه مع الوزراء المعنيين. وهذا كان يمكن دخل مطلب جديد، ان هو مطلب موضوع انشاء الجامعات الزراعيه حتى يتم الانتهاء من تشكيل الهيئه، ان احنا نبدا نعمل جامعات زراعيه تبدا تشتغل على ارض الواقع لحد ما يتم تشكيل الهيئه وتكوينها وكده. واعتقد جمعيات يعني قانونها موجود او قانونها موجود حاليا بالزبط. يعني من السهل بمكان ان يتم يعني اتخاذ هذا القرار. تمام. طيب عن النادي النوبي العام حدثنا استاذ مسعد هيركي، يعني ماهيه هذا النادي؟ والله انا في بدايه حديثي بشكر القناه على استضافتنا. على النادي في رئيس نادي موجود حاليا ممكن هو يتحدث عن النادي، لكن انا عايز اتكلم لان احنا في الموضوع بتاع النوبه ده بقالنا من ساعه ما مسكت النادي سنه 2006. في الوضع الحالي احنا بنقول مصر اولا واخيرا، مصر اولا واخيرا. واذا كنا احنا دلوقتي بنقول مشاكل ومطالب اهالي النوبه، فاحنا شايفين مصر عدم مستقره. فالعقل والمنطق بيقول ان مصر تستقر اولا، واهلا وسهلا باي مطالب، واولها تكون مطالب اهالي النوبه، حقوق اهالي النوبه وليس مطالب. اما بخصوص اللقاء اللي تم،
فهو في توقيت غير مناسب كما اشار اخي ان التوقيت كان غير مناسب. وهو معروف ان الجلسه جلسه للدعايه للانتخابيه مش اكتر. وكان قاعد برضو معاهم قبل كده هوت قبل ما يبقى رئيس جمهوريه، وتناقش معاهم وقال هعمل وهعمل وهعمل، ولم ينفذ اي شيء. لكن تمثيل الاخوه اللي وصلوا راحوا هناك وقعدوا مع الرئيس مع الدكتور مرسي، ما كانش تمثيل للقبائل كلها. ويعني كان المفروض في عمد ومشايخ اللي هم اصلنا في منطقه النوبه هم اللي يكونوا موجودين ويتحدثوا من ارض الواقع. لكن حته ان اي حد يروح ويتكلم، على فكره سهل جدا ان اي واحد يتكلم. ما احلى الكلام، واحنا دلوقتي في مصر انا بعتبرها وقت مكلمه. لكن عشان نقعد وندرس الحاله وكل واحد يقول لك عندي فايل وملف، لا الموضوع مش كده خالص. الموضوع مدروس ومعمول له دراسات ومعمول له دراسات جدوى وابحاث. ومن 2006 لحد 2009 3 سنين بنجمع في قاعده بيانات، وعملنا قاعده بيانات جت على اساسها العوده لضفاف البحيره مره اخرى، اللي هي منطقه وادي كركر او المنطقه. انا يهمني المشاهد يفهم، لكن للاسف بيحصل ان في ناس كتير بتتكلم في الموضوع ومش فاهمه. وحتى في ناس اللي بيروح يقعد مع مسؤول ما بيبقاش فاهم، فبيبقى المسؤول مش عارف يعمل ايه. وبعدين كلمه عوده لما تتقال عوده بتخوف. يعني كل النوبيين المتواجدين في السويس واسماعيليه وبورسعيد واسكندريه والقاهره هيرجعوا. يعني كل الموجودين في مركز ومنظر اسوان ال 18 قريه يرجعوا. يعني كل الموجودين في قنا يرجعوا، الموجودين في الاقصر يرجعوا. انت بتتكلم في تعداد مهول. فالموضوع محتاج وعي من اللي بيتكلم. لازم. طب نحل الاشكاليه دي ازاي في وجهه نظرك؟ المسؤولين في الدوله لازم ينزلوا على ارض الواقع في اسوان، في نصر النوبه، وفي مركز وبندر اسوان، يحلوها على ارض الواقع. بمعنى طيب ما انا هنا هحل على ارض الواقع من خلال وجودي في اسوان. طيب النوبيين اللي خارج اسوان أليس لهم حقوق تاريخية؟ ده هم أهم من الموجودين في أسوان، لأن ده المغترب. أليس لهم حقوق تاريخية؟ وعدد الموجودين على بس هو الموجودين في خارج مصر النوبة أكتر من الموجودين في نصر النوبة. بس هو أستاذ مصعب بيتكلم برضه في حاجة واقعية. هل اللي استقر بقاله عشرات السنين هو ده اللي هيرجع طبعا تاني أكيد من عدمه؟ اللي بيحاربوا دلوقتي الموجودين في السويس واسكندرية والقاهرة هم دول اللي بيحاربوا عشان يرجعوا. فأكيد العملية مش يعني مجرد إن احنا بنتكلم بس، لا فعلا الناس عايزة ترجع بالفعل، ولو لقوا الطريق هيرجعوا النهارده. طب هل بالفعل اللقاء لم يضم كل القبائل؟ هو طبعا لانه زي ما قلنا الوقت متاخر كان والوقت كان ضيق، فهم اتصلوا بيهم. في كتير منهم اعتذروا. وزي ما احنا قلنا احنا اوريدي متوحدين على الاهداف، فمش يعني مش زي ما قلنا مش لازم كلنا نتواجد يعني للحديث. فالهدف معروف. الحضور يعني تمثيلي يعني بالظبط. يعني هم حتى اللي في اسوان لو كانوا جم كانوا هيقولوا نفس الكلام. فمفيش جديد. هو المطلب ان احنا نرجع تاني حسب الاتفاقيه مع عبد الناصر. فالمفروض مفيش جديد في المطالب يعني. طيب الكيفيه يعني استاذ مصعب في تقدير حضرتك كيف نفتح الملف النوبي بشكل يمكن ان يكون مختلف عن ما قبل؟ والله الكيفيه مش هتيجي كده واحنا قاعدين في احنا مقسمينها، لان في 4 هجرات تمت. الاربع هجرات اللي تمت دي 1902 و13 و33 ده ليهم مطالب. ودول اللي عايشين في مركز وبندر اسوان وفي قنا والاقصر. ودول اللي تهجروا وعانوا والى يومنا هذا لم يملكوا مساكنهم. ودول اللي كان المفروض يطلع بقى ممثلين ليهم، مش يروح عشان تتاخد صوره مع رئيس الجمهوريه، ومعروف ان رئيس الجمهوريه ده اهان النوبيين. يعني قال علينا في يوم من الايام جاليه. فمش عارف اذا كانوا هم تطرقوا. اتقالت فين؟ انا لا اتقالت انا عندي المصدر وعندي الحاجات دي. لا برضه يعني احقاقا للحق هو ما اتقالتش بكلمه جاليه. هو اتقال انه الجاليه النوبيه الموجوده في الكويت، فهم حذفوا الاعلامي بعض الاعلاميين يعني حذفوا الكلمه في الكويت دي وقالوا الجاليه النوبيه. فالراجل طبعا دكتور مرسي برضه على قدر من العلم مش هيوصل للدرجه ان هو يقول جاليه على انا معاك في دي في الحته يعني ما افتكرش ان هو هيقول يعني الكلمه دي، ولكن هو قال الجاليه النوبيه الموجوده في الكويت. فطبعا حذفوا كلمه في الكويت دي يعني. جميل جدا. اذا انت يعني قسمت الموضوع ل 1902 لا انا عايز بس اقول لحضرتك حاجه بس وبعد كده انت بتقول مطالب مختلفه. لا بعد اذنك الكلام اللي اتقال ده غلط، وعندنا صوت كامل. الكلام ده قال الجاليه النوبيه بالاسكندريه، وعندي ده صوت وصوره. فانا يعني انا عايز اكمل كلامي من غير مقاطعه عشان اعرف اكمل الكلام. طيب اتفضل. ممكن؟ اتفضل. فانا لما بقول كلمه عارف بقولها ازاي، وعندي ما يثبت هذا الكلام. الكلام اللي قاله اخويا غلط.
لا استاذ احنا برضه عندنا صوت وصوره موجوده، عندنا صوت وصوره برضه موجوده اللي كان عليه الجاليه الدكتور النوبيه بالاسكندريه. فدلوقتي عشان نخش بقى في المشكله وحلها. المشكله وحلها كان تم عمل اول قريه في جنوب السد العالي 8 كيلو، ودي كانت في العهد القديم. في العهد القديم. وفي العهد القديم دوت اتعمل اللي لم يتم من خلال سنتين اي حاجه لحد دلوقتي. ودي كانت اول مطلب من مطالب اهالي النوبه اللي فيها 8 قرى كنوز. 8 قرى كنوز، ومعموله وانا جايب على فكره صوت وصوره، جايب هنا اهوت صور لمساكن وادي كركر، اللي برضو اغلبيه الناس كانت بتقول لك دي مساكن الارض باجه، الارض وحشه والبيوت بتقع وتبعد عن النيل 8 كيلو و10 كيلو، والكلام ده كله خطا لان في اشاعات بتطلع. يعني عايز دي البيت مساحته 210 متر، وده احنا تعبنا فيه، مجموعه عمل محترمه قامت بيه، وده يمكن اللي على ارض الواقع شايفين ده البيت. وفي بقى بكامل البنيه الاساسيه والتحتيه. وانا سعيد ان ده تم في خلال العهد البائد اللي فات، وفي انتظار بقى في العهد الجديد ده اللي المفروض يبقى اسرع واحسن، ان يتم بقى المرحله الثانيه، لان احنا شغالين الايام اللي فاتت دي في ابو سمبل الفرجندي عشان نبتدي المرحله الثانيه. بس يعني البيوت دي فعلا في النوبه، يعني مش عارف، انا حاسس ان انا في مارينا يعني. بس للاسف برضه في بعض المشاكل موجوده في وادي كركر، او ما انه ما فيش مناطق تنميه في المنطقه دي. احنا بنتكامل كلنا يا استاذ مسعد يعني. للاسف برضه في معوقات كثيره، طبعا ناس كثيره اشتكت انه عدم وجود تنميه في المنطقه. وكان هناك اهدار للمال العام، حتى انه في بعض الكلام قال انه في حوالي 2 مليار اتصرفوا في المشروع ده. وطبعا جاري التحقيق في الموضوع ده برضه، لانه التكلفه عاليه جدا. 2 مليار بصراحه. ما هو مبهي برضه على حساب حاجات ثانيه. يعني النهارده انا مش عايز، انا مش طالب ان اروح مارينا، انا عايز اروح اخد ارض زراعيه واخد مكان عشان ازرع وابني. يعني انا عايز تنميه، مش عايز اروح في مارينا او تمام. دي البيوت اهي منظرها بكامل الخدمات. وفعلا زي ما قال اخويا المفروض فعلا تتعمل مشاريع صغيره هناك وحاجه كده، بس هي تبعد عن محافظه اسوان 18 كيلو، وتعتبر مدينه من مدن اسوان، وحاجه محترمه وجميله جدا، وحاجه يعني شرف لينا ان تتعمل حاجه زي كده في نظام عهد قديم وزي ما بيقولوا عليه فاسد يعني. فاحنا في انتظار بقى في المرحله الجايه. وعلى فكره العمل ده يمكن من الانجازات اللي كان صعب تتعمل بعد 110 سنه. واحنا عشان ناخد موافقه 6 مناطق، احنا واخدين موافقه 6 مناطق برضو من ايام العهد القديم، وهنبتدي في المنطقه في المرحله الجايه قريب. فده يمكن يكون برضو مخلي بعض الناس ايه ده اتعمل العمل الجميل دوت من خلال مجموعه محترمه قامت بيه، وعشان كده بيطلعوا الادعاءات الكاذبه ان ارض وحشه. جنب السد العالي بيحصل براكين وزلازل، يقول لك دي فيها براكين وزلازل. كل ده طبعا يعني تحس كده انه كلام عيب قوي انه يطلع في توقيت زي ده. والحمد لله ان شاء الله قريب هنشتغل في ابو سمبل الفرجندي المرحله الثانيه لنكمل المسيره اللي احنا بدأناها. جميل جدا. من المسيره دي بس تعليق بس على الموضوع 6 مناطق. طبعا احنا المفروض القرى النوبيه كان يعني مجموعه قرى لازم ترجع كل القرى بمسمياتها نفسها. يعني النهارده كل قريه لها معنى ولها حضاره ولها تاريخ ولها معابد. اما نقول المحرجه ليها اسم وليها معبد وليها تاريخ، فما ينفعش ان انا احصر بلاد النوبه كلها في 6 مناطق بس. فلا بد ان تكون القرى كلها بمسمياتها، ترجع السياله بالسياله في منطقتها، في السياله ترجع المحرجه، ترجع الدكه. القرى دي ليها معاني وليها اسامي، الاسامي دي ليها معنى. تمام جدا. حضاره وتاريخ. انا بقى عايز ابعد شويه عن حديث السياسه جزئيا وليس كليا، واروح لحديث الفن بقى والفن التشكيلي. وانا الفنانه التشكيليه نسمة حداد يعني. في حاجه ال6 مناطق باسماء ال 44 قريه. وكل قريه طيب. وكل قريه كفايه كده على السياسه بقى. كفايه كده على السياسه يا استاذ اشرف بقى. اتحفينا يا استاذه نسمة يعني. دخليني في الفولكلور النوبي، دخليني في الفن التشكيلي. وانا شايف ان انت النهارده يعني عامله شغل جميل جدا. انت حتى يعني جايبه لنا الطقوس النوبيه او اغلب يعني او جزء منها يعني. كلميني بقى عن الفن النوبي تحديدا. هو لو انا خدت مصطلح كده فن نوبي، يكون مصطلح صح؟ او تتميز بيه النوبه يعني؟ الفن النوبي، الفلكلور النوبي، الكلام ده كله مرتبط بالعادات والتقاليد النوبيه والموروث الشعبي النوبي وهكذا. طبعا يعني احنا الشغل اللي حضراتكم شايفينه ده يعني مرتبط بالديكور وتزيين البيوت عندنا، ومرتبط بالعادات والتقاليد بتاعتنا في الافراح والمناسبات بتاعت الاعياد. تمام. الاطباق دي بتزين بها الحوائط عندنا، الحيطان. الاطباق
الاطباق دي والطبق الكبير اللي موجود تحت دوت. ده بيستخدم في المطابخ، وبيستخدم بيطلع فيه الهدايا في الافراح بتاعتنا، الهدايا اللي بيجيبها العريس لعروسته. لا هنا بقى كلمينا عن طقوس الافراح، لان انا اعرف ان طقوس الافراح في النوبه كمان طويلة. يعني لها كده جمالها، لها رونقها. لها رونقها يعني. تمام تمام. اتفضلي. الافراح في النوبه طبعا كانت في القديم كانت يعني جدودنا كانوا بيحكوا لنا ان هي بتقعد يعني ايام 30 يوم يعني قرابه الشهر. دلوقتي يعني تقلصت شويه، ما بين اسبوع او اكتر. كل واحد بيحاول بطريقته وبقدر المستطاع ان هو يفرح ويطول في الفرح بتاعه. في عندنا يوم بيتعمل فيه اليوم حاجه اسمها الشعريه، دي عجينه بتتعمل معينه كده. الشعريه زي مثلا زي البيتي فور والبسكويت في بحري. تمام، على غراره يعني. شبيه بكده هو. في يوم تاني عندنا مختلف بقى خالص، مش معروف في اي مكان في مصر غير في النوبه بس. يوم للريحه، الريحه بيتعمل يوم للبخور بتاعت بخور العروسه والعطور بتاعت العروسه. بيتجمع فيها الاهل والاصحاب. طبعا الاهالي الكبار بتوعنا هم اللي بيعملوا الكلام دوت للعروسه، اصحاب طبعا الخبره في الموضوع دوت، وصاحب ليهم المزيكا والطبول والغنى. ده بيبقى يوم تاني بجانب بقى يوم الحنه والفرح. النهارده اهو الضف اهو بيتكلم عنك اهو. تمام تمام. ماشي. يعني دي حاجات بسيطه قوي في العادات والتقاليد بتاعتنا والموروث الشعبي بتاعنا بتاع اهل النوبه. الحنه بقى، الحنه تمام. الحنه بقى دي لوحدها طقس يعني. ده ليله مستقله. وليله مستقله يعني تمام. اسما وشكلا وموضوعا يعني. طبعا احنا اللي بيميزنا اللي احنا المناسبه بتاعتنا بتبتدي من الساعه 12 او 11 بالليل، مش بتنتهي، بتبتدي تبدا 11 الساعه 11 12 لحد بقى الساعات الاولى بتاعت اليوم التالي، يعني لحد الساعه 6 او 7. تمام. ما هي ليله بقى بالظبط. ليله بقى بالظبط. بيكون فيها ما بتكونش فيها العيله بتاعت العروسه والعيله بتاعت العريس والقريه اللي فيها اهل العروسه واهل العريس وبس. بقدر المستطاع بيتعزم فيها بقدر المستطاع ال 44 قريه. كل طبعا واحد على حسب بقى صلته بالناس اللي محيطين بيه والكلام دوت. ودايما وعموما سواء الافراح بتاعتنا هنا في القاهره او في النوبه، حتى لو ما اتعزمتش معروف ان الدعوه عندنا عامه. عامه. يعني هو ده حتى عرف. ده عرف عندنا وسائد، والحمد لله رب العالمين ان يعني ان الاواصل دي لازالت ان هي الحمد لله موجوده يعني ومتمسكين بيها لوقتنا دوت، يعني رغم الظروف صحيح. اللي مش قد كده، ولكن العرف عندنا بتاعت الاواصل اللي ما بيننا دي الترابط ده موجود. طبعا ده موجود ومطلوب. الترابط يعني ومطلوب بالظبط كده. ده جميل جدا. طيب العروسه لها طقس والعريس له طقس في الحنه مثلا، ولا بتعملوا ايه؟ يعني والله هو الطقوس بتاعت العريس والعروسه مشابهه جدا، يعني زي ما العروسه بتتحنى العريس هو كمان بيتحنى. تمام. بس حنه العروسه طبعا مختلفه شويه لان فيها تزيين وفيها رسومات وهكذا. حنه العريس عاديه جدا، بتتحط في ايده الحنه في ايده، بيحطوا له الحنه. طبعا اللي بيحطوا له الحنه دي جدته او عمته او خالته بس. يعني صلة الرحم القريبة الناس بتدور عنها وبتسأل عنها. هل الحنة النوبية موجودة في القاهرة وخارج النوبة؟ في القاهرة وخارج النوبة. الحنة اللي هي ايه بقى؟ الحنة نفسها، الحنة نفسها موجودة. موجودة. الحاجات دي يعني بقت سهل ان هي دلوقتي تتوجد، ان هي تتنقل من النوبة ومن أسوان ان هي تيجي هنا اهوت في القاهرة. عشان في ناس بتسألني فانا حبيت بس ان انا جاوبت. يعني انا حقيقة انا مهتمية جدا بالثقافة والتراث والموروث الشعبي بتاعنا بتاع النوبة، وحابة جدا ان هو يعني يتعرف في الوسط بتاعنا بتاع الشباب القاهريين. فعملت فكره زغنطوطه كده بتاعت بازار، والبازار باسم النوبه. تمام.
علشان انقل من خلاله الثقافه بتاعتنا والموروث الشعبي بتاعنا. محبين النوبه كتير بالتاكيد اللي غير نوبيين، ده صحيح. تمام، بيبقوا عايزين يعرفوا حتى ولو معلومات صغيره قوي. للاسف انا بتضايق وبزعل جدا، معلومات صغيره قوي وبسيطه قوي بلاقيها ان الشباب ما عندهمش درايه بيها حضرتك يا استاذ هاني. يعني بحزن ويحصل مثلا برغم ان هي يسألني جزء اصيل من الحضاره المصريه. هي النوبه في مصر. اقول له يعني والله النوبه في مصر. بس برضو خلي بالك ده لا يقاس عليه، يعني ان كان هناك من يسأل هذا السؤال، ولكن هذا لا يقاس عليه. يعني معروف لا يقاس عليه. بس معروف ان النوبه جزء عزيز من مصر يعني. بس خليني اقول لك قايمين على والاعلام والمؤرخين. ده حضرتك يعني دي ثقافه، دي ابسط انواع الثقافه. احنا بنتكلم في تاريخ وجغرافيا بتاعه وطن. صحيح بالظبط. ككل بقى يعني تمام. حاجه تانية احنا بنتكلم في الف ب وطن. عارف بالظبط. حدودي بالظبط. بالظبط. فمن الحته دي انا قلت لازم يعني اوجد الفلكلور والتراث بتاعنا. وواحده واحده يعني يبقى في بدا، يعني ما يبقاش في بقى قوقعه شويه. النوبه بعيده، في ناس تقدر تسافر وناس تقدر تتفرج وتتعرف على الكلام ده والجمال ده. وانا انا قلت بما اني انا نوبيه موجوده في القاهره، قاهريه، طيب انا انقل بقى الثقافه دي والتراث دوت في حاجه صغنطوطه قوي انا عملتها. وفعلا الحمد لله رب العالمين ابتدى ان الموضوع سمع بسرعه وابتدت الناس تسال. بقيت اوجد كتب ولو صغيره قوي تبقى فيها معلومات بسيطه زي ما حضرتك ما قلت الف ب وطن. صحيح، ده الف ب وطن. بحييك طبعا على مجهودك ده. نسمة حداد فنانه جميله جدا. ولكن اعود اليك مره ثانيه يا استاذ اشرف عثمان، وحديث السياسه مضطرين نتكلم فيه لان احنا بنتكلم في حقوق تاريخيه، وانا مع خلينا نقول ده جزئيه برضه مشكله المؤرخين طلبات. المصريين النهارده. بيطلع الدكتور المصري والطبيب المهندس المصري وهو لا يدري اي شيء عن الثقافه النوبيه ولا الفكر ولا التاريخ النوبي ولا الحضاره النوبيه. فدي مشكله بصراحه. يعني احنا حاسين كنوبيين ان هناك منهج وفكر لاضمحلال وتهميش هذا الهويه النوبيه نفسها. فده طبعا في لوم بصراحه على المؤرخين. حضاره الجنوب في الحضاره النوبيه اقدم من الفرعونيه حتى ب 1300 سنه، يعني بالزبط. تواجدت ما قبل الحضاره الفرعونيه. فللاسف كتير من مثقفين مصر ما يعرفوش الجزئيات دي. يعني هل سبب ده فعلا قصور اعلامي ولا تعليمي ولا الاعلامي ثقافي؟ برضه ليه دور. برضه ليه دور النهارده. يعني عايز اقول لك خلال حتى الفن النهارده اغاني محمد منير بتذاع، اغاني محمد منير التي يتغنى بها باللغه العربيه. طب فين الاغاني اللي بينطقها بالنوبي؟ النهارده لحد ما جه في اعلان قريب واحد بيغني باللغه النوبيه في اعلان، بدا المجتمع المصري يعرف ان هناك لغه اخرى في مصر. ولا لحد دلوقتي ده ما كانش يعرفه. فده برضه تقصير من الاعلام نفسه. الاعلام ده نوع من الثقافه. بالظبط. ثقافه ممكن تكون ثقافه غايبه. اعود مجددا الى إعادة التوطين. كلمة إعادة، أستاذ مسعد يعني كان له تحفظات على كلمة إعادة التوطين. إعادة يعني هنرجع تاني. يعني ما فيش، بلاش احنا نضخم الأمور. يعني هو احنا عايزين إعادة لأن كنا موجودين في المكان ده وهنرجع تاني ليه. فإيه المشكلة في كده؟ يعني النهارده قلنا نفس الموضوع بتوع مدن القناة وفي السويس إنهم رجعوا تاني في أماكنهم. فهناك ما فيش اختلاف. فاحنا ليه دايما الامور اللي بتمس اهل النوبه بيؤخذ بحساسيه؟ يعني النهارده بتوع المحله وبتوع قالوا هنعمل انفصال وهنستقل ومحدش اتكلم فيها. النهارده تعالى شوف واحد نوبي لو اتكلم تحدث عن موضوع الانفصال الدنيا مش هتسكت. فليه ليه الامور الحساسيه؟ هو على ارض الواقع اللي استقر بقاله عشرات السنين، عمل نشاط تجاري، نشاط صناعي، استقر بقى له بيت، اولاده والله لو هو بيفكر انه هيستقر هنا ومش عايز يرجع وان دي عوده، يبقى ده انسان يعني مش فاهم الامور صح. النهارده التنميه، النهارده كل المستثمرين مصر بيحاولوا يفكروا انهم ازاي يرجعوا ويستثمروا في هذه المناطق. طب مين اللي هيستثمر؟ مين اللي هيقعد هناك؟ حضرتك يعني ده تقييمك، ولكن هل اللي استقر وعاش وخلاص يعني انا كرئيس جمعيه وعايز، هل ده ممكن يفكر انه يرجع تاني؟ انا كرئيس جمعيه ولا هيرجع ياخد حقوقه ويفضل موجود هنا وهناك؟ ده سؤال. الشباب الجامعيين عندي، انا كرئيس جمعيه عندي حصر بالموضوع ده. عندي كشف شباب موجودين النهارده بيتمنوا النهارده قبل بكره يرجعوا، وبالفعل بداوا حتى يعملوا بعض الزراعات الشاطئيه في المنطقه هناك في السيال عندنا في القريه. بدأوا يعملوا يتواجدوا هناك وبدأوا يفكروا ازاي ينموا المنطقه هناك. فهم عايزين حتى المسافرين في خارج مصر بيتمنوا النهارده برضه يرجعوا علشان يعملوا تنميه في المنطقه دي. طيب في حته العوده، يعني استاذ مسعد هركي مره ثانيه اعود اليك حول هل بالفعل كل النوبيين اللي خارج النوبه وخارج اسوان لديهم الجاهزيه، لديهم الاراده الحقيقيه للعوده، ولا في جزء منه استقر
وتعايش مع الواقع اللي هو عايش فيه. هو بعد اذنك، هو احنا الموضوع اكبر من كده بكتير، لان ده من 110 سنه، وكان فعلا في خطه من الدوله لتفتيت اهالي النوبه. دي حقيقه. والخطه دي احنا ساعدنا فيها كنوبيين، لان كان المفروض من الاول لما قالوا النوبيين يتهاجروا ويروحوا للمنطقه كذا او كذا، كان المفروض يتم الرفض. الموضوع كبير قوي، لكن انا بديك بس رؤوس من فوق، لان انا عندي قاعده بيانات بقول لك 3 سنين بنجمعها، كل القرارات التي صدرت من الدوله من ايام الخديوي عباس حلمي من 1898 لحد يومنا هذا، عندي كده كتب عن المواضيع ديت. الموضوع يعني فعلا كان في تهميش من الدوله، وان يتحط في نصر النوبه اخر هجره سنه 63 44 قريه عشان السد العالي. عشان السد العالي. ال 44 قريه ويبقوا في حضن جبل، وما يبقاش فيه ظهير استراتيجي، ظهير صحراوي للاجيال اللي جايه، فدي مقصوده. دي مقصوده. عشان ما يتعملش ولا مصنع هناك، وان الواحد يروح يشتغل ويرجع بيته، دي مقصوده. امال ايه مصدر الرزق؟ العامل الثالث مفيش مصادر رزق. عشان كده بقول لك ايه، عشان كده بقول لك ايه، اذا كان البطاله على مستوى مصر 24% حاليا، ده زي ما بيقولوا في الكتب دلوقتي، عندنا في نصر النوبه 45%. اذا كان على مستوى مصر المغتربين، انت قيس بقى المغتربين عددهم 8 مليون، قيس كم يعني شوف تعداد النوبيين في نصر النوبه في ال 50 كيلو 105,000 بيت، المفروض تعدادهم 550,000، اللي قاعدين مقيمين هناك 160,000 فقط لا غير. الارقام والاحصائيات اللي انا بقولها لحضرتك دي مش جاتش من فراغ، دي جت من ابحاث واللي عملوها الشباب في كل قريه. لما بقول لك 50 كيلو عايش فيها 105,000 بيت، تعداد سكانهم 550، عايشين فيها 160,000 بس، يبقى هنا في علامات استفهام لحاجات كتير قوي. الأراضي الزراعية كنا نملك ونزرع 53% لحد سنة 63 من نوبيين بيملكون ويزرعون 53%، حاليا لا يتعدوا 3%. ليه الأسباب؟ لأن سلمت الأراضي الزراعية بعد 10 سنين و15 سنة لأهالي النوبة، اللي هو جدي وجده طلعوا جم هنا واشتغلوا وسابوا الأراضي الزراعية. سلموهم الأراضي بعد 10 سنين و15 سنة. دي من ضمن العوامل اللي خلتنا دلوقتي ما بنزرعش غير 3% فقط مننا. الموضوع فيه تهميش، فيه تجاهل من الدولة وتفتيت لأهالي النوبة. تعالوا نذكر الأسباب. لماذا؟ في عجالة بقى عشان احنا مقربين نختم. في عجالة. لما توضح للمسؤولين في الدولة وأيام العصر القديم اللي كان فيه أمن الدولة وفيه كل حاجة، وضحنا الرؤية صح وخليناهم ينزلوا على أرض الواقع ويعرفوا إن أهالي النوبة دول أطيب ناس وما لهمش دعوة بتقسيم مصر وما لهمش دعوة بالكلام ده خالص. الكلام ده هاجس أمني، وإذا كان في بعض منا بيتكلم بره ولا بيحمل أجندات بره، كل ده ملناش دعوة بيه. إحنا عايزين نشوف العيب عندنا إيه ونبتره، مش عشان النوبة، عشان واحد مصري عايش في مصر. تواجدنا في مصر حلو قوي ده. تواجدنا في نصر النوبة خطأ، وخطأ من الدولة، ويجب الدولة أن تحترم أهالي النوبة وتحترم عزتهم وكرامتهم، خاصة إن إحنا فدينا مصر بالفيضان، وإحنا حمينا مصر اللي مصر مش عارفة النوبة عملت إيه. اللغة النوبية استغلت في حرب 73 كشفرة في حرب 73، وكانت من ضمن أسباب ثورة مصر أو نجاح مصر. الهجانة اللي كانوا بيحرسوا جنوب مصر هم أهالي النوبة. فالنوبة ترجع على عينها وراسها، بس ترجع ازاي؟ وهل ترجع كلها 8 مليون ولا 9 مليون؟ لا، هي عملية ممنهجة ولازم تبقى مدروسة، ونبقى عارفين بنقول ايه. احنا اخدنا الخطوة الأولانية ليه؟ احنا بدأنا بال 5221 بيت وكركر جت أول واحدة عشان نحط مسمار. اللي عايز يرجع يتفضل. لما نقول 6 مناطق وفيها 44 قرية، لكن تيجي تقول لي عودة رايح جاي وكله يروح 8، لا اهدى بقى.
وخد العمليه بالراحه كده. مش منطقيه. لا بس انت عايز ايه بقى؟ ما انت ال 44 قريه تحطهم في كل في واحده، ولازم توصل لهم كهرباء وميه وصرف صحي وتعمل لهم كل حاجه. ما هتيجي واحده واحده، مش هتيجي مره واحده. صحيح. لما بقول لك كركر اتعمل فيها 8 قرى، وابو سمبل فرجوندي هحط فيها 12 قريه، وكل قريه بمسمتها ويبقى ليها ظهير صحراوي للجنوب 350 كيلو، يبقى هنا العقل والمنطق. هي مصر مستحمله حاجه دلوقتي؟ لا مصر مش مستحمله حاجه. احنا دلوقتي في اشد، انا خايف المركب تغرق. انا معاك في رؤيتك. لا بس في جزئيه يا استاذ دلوقتي مع حته منطقيه دي في في العوده يعني. ما انت النهارده اما تهجرنا في 64 ما تهجرنا برضو بقرار وجم في دفعه واحده. فالموضوع مش صعب يعني، واحنا برضو مش هنرجع بدفعه واحده طبعا، هنرجع بشكل منظم وامر بما يستطاع. وبالتالي احنا طلبنا انشاء هيئه كي تتولى عمليه تنظيم العوده. ما مش هتبقى هرجله طبعا اكيد، هو بيتكلم هو البعد اللي بيتكلم انما انا بتكلم حته انها مش منطقيه دي. لا كلنا هنرجع وده حقنا وهنرجع فيه. بعد استراتيجي وواقعي. استراتيجي وواقعي. دي شغلتي بنعمل كل شيء بشكل واقعي. انا النهارده قرار، انا ما بطلبش تكلفه على الدوله، ما بقولهمش كلفه علشان ترجعني، لا بقول له طلع قرار الاول وبعد كده احنا ننظم عمليه العوده. يعمل عمل له اجراء طبعا اكيد في جدول زمني، فيها جدول زمني. تمام. القرار ده مش بتاع رئيس دوله، القرار ده لانها دي منطقه حدوديه وبتاع امن قومي ومخابرات بالظبط. ولا يمكن رئيس الدوله ياخد قرار فيها الا من خلال المناطق الحدوديه، واحنا اللي ما جبناش ال6 مناطق دي من فراغ. جميل جدا. والكلام يعني يكاد يكون هو لب المشكله فعلا. الاجهزه الامنيه والتقارير الامنيه هي المحرك الرئيسي. في اخر دقيقه والكلمه النهائيه لك في هذه الحلقه فنانتنا نسمة حداد. يعني اذا كان اهل النوبه كلفوكي بحاجه وانت جايه واكيد قالوا لك اتكلمي عن كذا او اتكلمي عن كذا، هل بالفعل اوصوكي بحاجه معينه تحبي تبلغيها لنا؟ هو انا الحقيقه زي ما قلت لحضرتك انا نوبيه الاصل ولكن مواليد القاهره. تمام. فعايشه انا في القاهره بس اكيد بتروحي النوبه؟ بروح باستمرار في النوبه. الاحتياجات كتيره. اسالك سؤال. اتفضل. لما بتروحي النوبه بتكوني مبسوطه اكتر في النوبه ولا في القاهره؟ لا اكيد في النوبه طبعا. اكيد في النوبه رغم ان انت مواليد القاهره. بالظبط. ايه السبب ده بقى؟ الحنين. الحنين للاواصل بتاعتنا وصله رحمنا يعني في عشق وفي والعادات والتقاليد اللي هي فيها نوع من الرباط الاجتماعي. بالظبط. اللي بيخليك تهاجر وتروح امريكا وتحايز ترجع مصر. ولحد النهارده عايزين ترجعوا تاني لاماكنكم. هو الحنين للوطن. والحنين للوطن شيء مهم جدا وشيء هام جدا وشيء جميل جدا ان احنا نختم بالحنين للوطن. حتى وان كنت داخل هذا الوطن فلديك حنين لهذا الوطن. فكلنا جميعا كمصريين لدينا حنين الى هذا الوطن ونريد ان نعود الى وطننا. حتى وان كنا داخل هذا الوطن نحتاج الى ان نعود الى مصر الحقيقيه، مصر التي ولدنا بها وعشنا بها وسنعيش باقي عمرنا بها. الحنين اليك مصر طال ولكن معنا الامل. وعلى هذا الامل اترككم مشاهدينا الكرام. قبل ما اسيبكم اشكر ضيوفي الكرام الفنانه الجميله نسمة حداد. شكرا ليكي نسمة. ايضا شكرا وتقدير اليك استاذ مسعد هيركي رئيس النادي النوبي العام السابق. شكرا جزيلا لك. واخيرا وليس اخيرا استاذ اشرف عثمان احد ابناء النوبه وايضا احد الذين حضروا الاجتماع مع رئيس الجمهوريه. شكرا جزيلا لك. ايضا في امان الله جميعا. يوم السبت يجمعنا بيكم لقاء في الدنيا. والى هذا الحين تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل. هذا هاني الدباني يحييكم وافيلابو. يعني تصبحوا على خير بالنوبي.